ازيكم صحابي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني خالص خالص. انا عارفه طولت ما نزلتش فيديو، بس حنزل حاجه حلوه للناس الحلوه زيكم. يا رب يدومكم نعمه في حياتي. هنعمل ام علي. انا عندي باف باستري. الباف باستري ده ممكن اني الاقيه مع الجلاش وكده، فانا اشتريته من السوبر ماركت زي ما شايفه كده معايا. لفه كبيره تكفي نعمل ام علي. فهقطعها بالطريقه اللي انتي شايفاها كده، وهحطها في الصينيه على 200 درجة في الفرن. لغاية هو بينفخ لوحده لغاية لما ياخد التحميرة. يعني قولي حوالي 20 دقيقة كده، وبعد كده شوفيه لو اخد لون ولا لا. لو ما اخدش لون ممكن نحطه على الشواية ياخد لون. فهجيب صينية مدورة كده، هحطها زي ما شايفة بعيد من بعض، او يعني املي الصينية على قد ما تقدري. فعشان ايه يطلع حلو. طبعا ام علي انا كان لي نفسي اكلها، فهي اكلة حلوة مشهورة جدا في مصر. وعندي كده شوية نتس، مكسرات مشكلين، فحدقهم شوية كده. شوفي انت بتحبي فيها ايه، تحبي فيها مكسرات، تحبي فيها زبيب، تحبي فيها جوز هند. انا بحب الحاجات دي فيها، فحدق على قد مش هخليه ناعم خالص، بس يعني يكون فيه عشان لما ناكل نقرقش نحس كده بالمكسرات شوية. زي ما شايفة كده حبيبتي معايا، قصرته ادي كده. ده الفرن شايفاه نفخ ازاي من كان صغير. ففاضل 10 دقايق. زي ما شايفة كده طلع معايا حلو، واللون ده حلو خالص. فهكمل باقي الصينية التانية. معايا لبن، هستعمل قولي 1.5 لتر من اللبن. هحط فيه سكر. انا هحط 5 ملاعق سكر، بس انتي شوفي السكر انتي بتحبيه قد ايه. انا ما بحبش الحاجة محلونة شديد، فهحط 5 ملاعق سكر وهقلبه وهحطه على النار لغاية لما يسخن معايا. وهحط حتة زبدة، ممكن تحط حتة فانيليا لو تحبي، دي حاجة اختارية. وممكن تحطي قشطة. فانا اصلا هي ام علي سمينة، فانا ما بحبش الحاجات تكون دسمة خالص، فبس حطيت حتة زبدة معايا زي ما شايفة كده لغاية لما تسيح واللبن يسخن. بعد كده هنجيب هجيب هجيب الباف باستري دي، هكسره كده زي ما شايفة معايا. انا في الاول جبت معلش جبت صينية صغيرة فما نفعتش معايا، هتشوفوها دلوقتي معايا. فرحت في الاخر جبت بايركس اكبر، لقيت الكمية كبيرة. ممكن كنت عملت على صينيتين، بس يعني كنت اعملها صينية واحدة وخلاص، يعني بايركس واحد. فهحط شوية من الباف باستري، واحط مكسرات، واحط جوز الهند، وشوية من الزبيب لو تحبي. وهقعد اعمل كده لغاية لما ايه الحكاية تخلص كله، بقى لخبطه مع بعض. فزي ما قلت لك هجيب حطيته كله في بايركس كبير، وهغرقها باللبن واحطها بس على الشواية بس تاخد لون. عرفتي؟ يعني مش هخليها تتحرق معايا، بس تاخد لون من فوق كده وخلاص، ان هي كلها طايبة طبعا. واحط تاني شوية مكسرات الباقية، وشوية جوز هند، وشوية زبيب، بدي طعم حلو. ادي كده بعد ما طلعتها زي ما شايفة كده كانت بصراحة دايبة دوب في البق وكده. ده الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب تو ماي شانل مع اسرار المطبخ مع سوسن، لغاية لما نلتقي في فيديو جديد ان شاء الله.